السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بيكم في حلقه جديده. معايا النهارده انا اسمي محمد احمد. لو انت اول مره تشوفني والقناه باسمي اسمها محمد احمد، انزل اعمل سبسكرايب او اشتراك في القناه لو انت مش عامل وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. في البدايه كده احب اشكر الهستيري جدا جدا جدا. احب ارحب بكل اللي جايين من عند الهستيري. احب ارحب بكل اللي جايين من اي موقع تاني. احب ارحب بيكم. لو انت اول مره تشوفني زي ما قلت لك انزل اعمل سبسكرايب واشترك في القناه، زرار الاحمر اللي تحت، وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. احب اشكركم جدا 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 على الدعم في الفيديو اللي فات، على اللايكات. زي ما قلت لكم لو واحد بس اللي عامل لايك حتى انا بحب اشكره، عشان يعني انت اللي كده بتساعدني. انتوا الناس اللي في الاول، فانتوا اللي بتساعدوني وبتخلوني يعني اليوتيوب زي ما قلت لكم ان هو ما بيهتمش بحد الا لو يعني الفيديوهات بتاعته بتجيب لايكات، اللي هو يعني بيلاقي ان في قبول عليها. فانتوا اللي هتوصلوا لي اللي انا عايز اوصل له، من غيركم مش عارف اوصل طبعا. وبالذات انتوا اللي في الاول، فيا ريت الدعم يستمر، ويا ريت الفيديو دوت برده توصلوا لي عدد لايكات كبير او عدد كومنتات كتير. الدعم ده بيساعدني جدا. فانزل اعمل دلوقتي لايك يا ريت. طبعا كلنا شفنا زي ما شفنا يوم السبت في مباراه الاهلي والنادي الاهلي وطلائع الجيش، يوم التتويج، مباراه التتويج بالنادي الاهلي بالدوري العام. باركنا له طبعا، بنقول له تاني باركنا له في الفيديو اللي فات، ونقول له تاني الف مبروك للاهلاويه. شفنا طبعا المشاده اللي حصلت بين كهربا وبين كابتن محمد فضل. شفنا مد الايد من كابتن محمد فضل. طبعا الموضوع ده قديم مش هتكلم فيه، عايز بس اتكلم في نقطتين في الحته دي. ان كابتن محمد فضل هنا ما قدرش، يعني اسطوره ماشيه جنبه ما قدرش. كابتن محمود الخطيب ما قدروش. ما كان المفروض يقدر ويفهم ان كابتن محمود الخطيب ماشي جنبه. كان يفهم يعني ان رئيس النادي الاهلي موجود. ما كانش ينفع يعمل حركه زي كده ان هو يمد ايده على يعني ابن من ابناء النادي الاهلي في وجود كابتن محمود الخطيب. ما كانش ينفع. فهو ما كانش يعني التصرف ما كانش ذكي قوي من كابتن محمد فضل، او ما كانش موفق فيه في التصرف ده. تاني نقطه برضو عايز اتكلم فيها، ان هو ما احترمش حتى الصوره اللي هو المفروض جاي يقدمها. هو المفروض باعتباره عضو في اتحاد الكوره جاي يتقدم صوره، جاي المفروض ان انت اتحاد الكوره عايز يطلع بصوره كويسه في يوم زي ده. برضو انت جاي تقدم الدوري العام للنادي الاهلي، المفروض ان انت يعني ايه، يعني تحترم الصوره اللي انت جاي تقدمها، تطلع المظهر الكويس اللي اتحاد الكوره عايز يطلعه. انت ما عملتش ده. انت عملت عكس كده تماما، وخليت يعني دي اسوأ لقطه. المفروض ان هي احلى لقطه اساسا تبقى موجوده في الاتحاد الكوره، انت خليتها اسوأ لقطه في اليوم كله، في الماتش كله. فهو ده اللي كابتن محمد فضل، النقطتين اللي كنت عايز اتكلم فيهم كابتن محمد فضل ما وفقش فيهم، اللي هو نقطه كابتن محمود الخطيب ان هو ما كانش يعني ما احترمش وجوده. النقطه الثانيه ان هو ما احترمش حتى الصوره اللي جاي المفروض ان هو يقدمها. طبعا اللقطه دي حصلت ليه وايه سببها؟ ان كهربا كان في حسابات قديمه، او يعني كان في كده شيل في قلب كهربا وشيل في قلب كابتن محمد فضل. في يعني شيل كده ما بينهم من ساعه مباراه السوبر. طبعا العقوبه اللي وقعت على كهربا ساعتها، كهربا راح سلم على مؤمن زكريا، وسلم على كابتن محمود الخطيب، وسلم على زوجة مؤمن زكريا، لكن ما سلمش على كابتن محمد فضل. اللي هو يعني هنا بقى طبعا يعني ايه، يعني حزت كده يعني في كابتن محمد فاضل، اللي هو انت ما سلمتش عليا، انت بتهمشني. المفروض اساسا يعني المفروض ان هو بيمثل اتحاد الكوره في اليوم ده. زي ما قلت لحضراتكم انت كان مهمشني خالص ومش عامل اي اعتبار، ويعني فيها سنه ايه، يعني هو حاسس ان هي فيها سنه الا ان هو يعني كده ايه ما عملوش اي اعتبار وهمشه. فهي حزت في يعني. بس ما كانش ينفع طبعا يقول له انت ما سلمتش عليا ليه، يعني ما كانش ينفع يقول له انت ما بتسلمش عليا ليه ومش عارفه ايه. بس فهو كابتن محمد فضل اول ما جه اللقطه اللي هو يعني حاسس ان هو ممكن يتكلم فيها، اللي هو ساعه كهربا ما خد مؤمن زكريا، او كان عايز كده يعني ياخده من ايده وبيسلم عليه وكده، حاسس ان هو عايز مثلا ان هو من حقه هنا في الموضوع ده عشان البروتوكول، وعشان المفروض ان هو يظهر في الصوره والكلام ده. يعني هو حس بقى ان هي دي بقى اللي المفروض يعني ممكن يتكلم فيها، او ليه الحق ان هو يتكلم فيها. فهو ما قدرش ساعتها يعني يتحكم في اعصابه، وراح يعني بايديه كده راح ماسك كهربا واللي هو بيزيحه. طبعا انت حتى لو ليك الحق انت ما ينفعش تمد ايدك عليه. انت ممكن كنت تقول له اللي هو معلش يا كهربا مش عارفه ايه، يعني ما ينفعش تظهر انت في البروتوكول، اوعى عشان الصوره مش عارفه ايه الكلام ده كله. بس يعني او ممكن حتى يقول لكابتن محمود الخطيب، يعني لو كهربا يعني يقول له مثلا ان كهربا لا انا مش يعني كهربا ركب دماغه مثلا مش عايز يوعى حتى. كان ممكن يقول له كابتن محمود الخطيب، لكن انت اساسا تمد ايدك كده انت يعني مش سمات اساسا الكبار ان هم يمد ايديهم، ان هم يتكلموا بايديهم، مش سمات الكبار طبعا. يعني انت المفروض ببقك كده تتكلم الاول، لان انت يعني الكلام بالبق بيحترم. انا بحترم نفسي وبحترم غيري. انت في الاول وفي الاخر بتتكلم برضو لعيب بابن من ابناء النادي الاهلي في وجود رئيس النادي بتاعه. وانت اساسا المفروض تحترم الصوره اللي زي ما قلت لحضراتكم اللي هو اللي جاي يقدمها. انت المفروض عضو في اتحاد الكوره جاي تقدم صوره لاتحاد الكوره في اليوم ده. انت ما عملش بقى حساب كل الكلام ده. ما ظهرش بصوره كويسه المفروض كان يظهر بيها. شفنا برضه في اليوم دوت النادي الاهلي كان عايز يظهر ازاي بصوره جميله. شفنا في اليوم دوت في مباراه الاهلي وطلائع الجيش ان هو الاجوال الكتير اللي جت للنادي الاهلي. شفنا احمد فتحي، وداع احمد فتحي طبعا في برضه في اليوم دوت ان كله قام وسقف له، واللي هو خلاص بقى بيودعه كده بطريقه طبعا مهذبه واحترافيه. شفنا برضو ان النادي الاهلي يعني استدعى مؤمن زكريا في اليوم ده للحضور، وسمى الدوري اللي هو بدوري مؤمن زكريا.
يعني شوف الصور الكتير اللي النادي الاهلي كان عايز يقدمها في النور في اليوم ده. النادي الاهلي كان عايز يطلع اليوم ده ازاي جميل. عشان كده النادي الاهلي كان عايز يعني يتغاضى عن الموضوع ده لما حصل، ما كانش عايز يخلي يعني ما كانش عايز يضيع اليوم الرائع ده، وكان عايز ما كانش عايز يضيع صوره اليوم الرائع ده ان هي تطلع، وان الصوره الوحشه او السيئه هي اللي تظهر وتغطي طبعا على كل الحاجات الرائعه اللي حصلت في اليوم ده. النادي الاهلي ما كانش عايز الكلام ده. عشان كده الكابتن سيد عبد الحفيظ قال ان هو كان اي اعلامي او اي مراسل صحفي كان بيجي بعد الماتش على طول وساله ايه اللي حصل ومش عارف ايه، كان بيتغاضى عن الموضوع، ما كانش عايز يدي الموضوع اكبر من حجمه، اللي هو يعني يعني ما خلاص بقى، ويعني ما كانش عايز يتكلم فيه، لان انا دلوقتي عايز اظهر للنادي الاهلي في اليوم ده الصوره الحلوه، انا مش عايز اظهر الحته السيئه، لقطه ما خدتش كام ثانيه اخليها هي اللي تظهر، واخلي بقى واضيع بقى اليوم الجميل اللي حصل ده كله بسبب الصوره السيئه دي واظهرها. وزي ما حضراتكم شايفين في خلال 48 ساعه اللي هو من بعد المباراه، كل الناس بتتكلم، كل الاعلام، كل الشباب بتتكلم على موضوع مشاده كهربا وكابتن محمد فضل وايه اللي حصل، وكهربا عمل ايه، وكابتن محمد فضل عمل ايه، وايه اللي راح للجنه الانضباط واتحاد الكره هيعمل ايه والقرار ومش عارفه ايه. ده طبعا بعد المباراه لحد دلوقتي اساسا، او يعني الموضوع لسه منتهي امبارح بالليل. يعني هو ده النادي الاهلي ما كانش عايز يظهر بيه، مع ان اساسا مباراه الزمالك بكره في اللي هو بتاع العوده بتاع الزمالك والرجاء، المفروض يعني الاعلام كان ممكن يعني هي وهو ده المفروض الحاجه المهمه اللي الاعلام يتكلم عنها دلوقتي، لكن لا، يعني الموضوع اللي ظاهر والموضوع دلوقتي اللي تحس ان هو مهم المشاده اللي حصلت بين كهربا وكابتن محمد فضل. كهربا عمل ايه وما عملش ايه، والهوجه واللي حصل حتى يعني اليوم الرائع بتاع النادي الاهلي ما اهتموش بيه قوي، والايجابيات اللي حصلت فيه قد ما اهتموا بالمشاده اللي حصلت دي، وده اللي النادي الاهلي ما كانش عايز يعمله. لكن طبعا النادي الاهلي تفاجأ ولقى ان لما كابتن محمد فضل طلع وبيقول ان انا عملت شكوى ضد كهربا لجنه الانضباط، وان هو بقى عايز يوقع عليه عقوبه او غرامه مش عارفه ايه والكلام ده، فطبعا النادي الاهلي ما سكتش، واللي هو ما يعني مش عارف كابتن محمد فضل كان متوقع ايه من النادي الاهلي، ان هو ممكن مثلا يسيبه او ممكن ان هو يروح جاي على كهربا. لا، الصوره ظاهره قدامنا كلنا ان انت اللي مادد ايدك، الصوره ظاهره ان كهربا يعني حتى لو بعد كده مد ايده او حاجه، بس هو ده يعني بيدافع عن نفسه، انت بتمد ايدك وبتزيحه، يعني هيسيبك توقعه يعني او تسيبك تزقه ولا ايه؟ انا مش فاهم. فهو النادي الاهلي لما لقى ان هو كابتن محمد فضل تقدم بشكوى للجنه الانضباط، طبعا تقدم برضو النادي الاهلي هو كمان بشكوى للجنه الانضباط، وطبعا بقى في وسط الشكاوي اللي حاصله وفي وسط الهيصه ديت كابتن حسام البدري بيطلع قائمه المنتخب، اللعيبه اللي هيضمها المنتخب لمباراتين توجو واللي استبعد فيها محمود كهربا، واللي هو يعني المفروض ان جماهير النادي الاهلي ومسؤولي النادي الاهلي متاكده بنسبه 80 ل 90% ان ده طبعا ضغط من كابتن محمد فضل واتحاد الكوره على كابتن حسام البدري عشان ان هو يستبعد كهربا، يعني اللي هو يعني ايه كمعاقبه ليه كده، وايه اللي هو يعني بيعاقبوه على اللي حصل منه. فده طبعا لو الكلام ده بجد فهو يعني انا مش فاهم ازاي هي كده انت بتندرج يعني تحت بقى ايه عنوان انت كده بتصفي حسابات. طبعا ده تصفيه الحسابات بين اشخاص بتيجي على ان انت كده بتيجي على مصلحه منتخب. احنا عارفين ان كهربا يعني ايه، يعني ان هو عنده فنيات، هو ممكن يبقى بعيد شويه عن الملعب، بس ده ما كانش بمزاجه عشان هو كان متوقف شويه عشان العقوبه اللي كان ساعه مباراه السوبر، فهو ما كانش بمزاجه. لكن احنا كلنا عارفين الفنيات كهربا وان هو اساسا بدا يشارك، فانت ليه ما تاخدوش معاك؟ هي طبعا في الاول وفي الاخر حاجه ترجع لكابتن حسام، بس هو كهربا معروف ان هو بيشارك في المنتخب المصري، معروف ان هو يعني ما اعرفش، يعني هو كابتن حسام بيقول ان هو من الاول ان كهربا ما كانش يعني في اولويات اللعيبه اللي هو كان عايز ياخدها عشان بعيد عن المشاركه والكلام ده كله. بس طبعا يعني مسؤولي الاهلي بنسبه 80 90% متاكده ان دوت تصفيه حسابات، وطبعا زي ما قلت لحضراتكم ان هو تصفيه حسابات على حساب المنتخب، فانا مش فاهم دي عمرها ما تحصل يعني. وطبعا اتدخل وسطاء عشان يحلوا الموضوع، يحلوا الازمه، ومحمود كهربا المفروض ان هو راح اتحاد الكوره عشان يحلوا الازمه وان هم يسمعوا ويستفسروا عن اللي حصل في اليوم دوت من محمود كهربا، والمفروض ان هو تم التراضي وتم الصلح بين محمود كهربا وكابتن محمد فضل وان الازمه اتحلت يعني المفروض. ولكن النادي الاهلي وكلنا بنتفاجئ بان اتحاد الكوره بيصدر بيان على الصفحه الرسميه ليه على الفيسبوك ان هو بيقول فيه ان كهربا جه واعتذر وبرر اللي حصل منه والعصبيه بتاعته، وقال ان الضغوط النفسيه اللي وقع عليه اليومين دول. فطبعا يعني اللهجه دي ما كانتش عاجبه النادي الاهلي، ويعني انت كده بتاكد بنسبه يعني 100% ان كهربا بياكد ان هو كان غلطان فعلا، وان هو جه بيعتذر، وان هو كان عصبي وضغوط نفسيه فطبعا يعني البيان ما كان يعني الكلام ده كده بيبين وبتثبت ان كهربا هو اللي كان غلطان، وان هو يعني ايه اللي جه بقى واعتذر. وزي ما قلت لكم طبعا ده اثار غضب كبير جدا في النادي الاهلي ومسؤول النادي الاهلي وطبعا الجماهير كلها، ويعني يعني انت كده بتثبت ان محمود كهربا هو الغلطان، ومحمود كهربا هو ولا يعني هو ممكن يبقى اعتذر او انا ما اعرفش ايه اللي ضر اكيد هناك، بس اكيد اللي ضر هناك انه يعني المهم انه المفروض ان الازمه اتحلت هناك فحلها.
ان الازمه اتحلت هناك بس. فيعني هو ده المفروض اللي يعني خلاص بقى، مش لازم بقى ان انت تقول ان ما كهرباء هو اللي اعتذر وان مش، او الكلام ده كله ما كانش المفروض يعني ايه ان انت تقوله. ان انت كده بتثبت يعني كأن بتقول للناس انت يعني ايه زي يعني انت كده بتحل الموضوع بقى جوه الاوضه، ان خلاص بقى الموضوع اتحل وكله متراضي، وبتطلع بقى قدام الناس بتقول ان الكهرباء جه واعتذر وان هو كان بيعاني من ضغوطات نفسيه وحاجات كده. طب وليه ما كانش ليها لازمه طبعا؟ فهو ده اللي اثار غضب في النادي الاهلي. ترتب على ذلك طبعا البيان اتشال من على الفيسبوك. طبعا اخر حاجه حصل في الموضوع ده ان امبارح كابتن محمد فضل اتكلم هاتفيا في قناه النادي الاهلي وقال ان عشان بقى اللغط ده كله يشيله ومش عارفه ايه، اخ صغير راح بيت اخوه الكبير والازمه اتحلت، وان هو صاحب ابن اختي ودخل بيت ابن اختي فالازمه اتحلت ومش عارفه ايه، ده اخويا الصغير. والمفروض ان هو احتوى الموضوع بقى بالطريقه دي، ويعني هو ده المفروض بقى، يعني هي المفروض ان هو ينتهي كده، مش ان انت بقى تطلع تقول بيان ان هو عنده ضغوطات نفسيه واعتذر ومش عارفه ايه والكلام ده. ماشي، قول ان هو اخ صغير واخ كبير والكلام ده، كده الازمه اتحلت وكده تمام مفيش حاجه، وبارك طبعا الاهلاويه على الدوري والمفروض ان الازمه اتحلت. وبكده نكون خلصنا حلقتنا النهارده. يا ريت تكون عجبتكم ان انا حاولت اجيب لكم الموضوع من الاول والاخر وايه اللي حصل. يعني في ناس قالت وتشتكي من الموضوع ان انا بتكلم بسرعه شويه، انا ممكن بكون بتكلم بسرعه شويه بس عشان بقول لك التفاصيل كلها، بحاول اجيب لك الموضوع كله عشان تبقى فاهم الموضوع كله يعني من اوله. مش بطلع اتكلم عن نقطه او في الموضوع او اقول لك خبر في الموضوع، حاولت اجيب لك الموضوع كله عشان تبقى فاهم الموضوع كله ايه اللي حصل من اوله لاخره، وكان يعني ده موقفه ايه وده موقفه ايه وكده. فبحاول اتكلم بسرعه شويه برده، في نفس الوقت بحاول ان انا ما اخليش الفيديو يطول عليك، فعشان كده ممكن اكون بتكلم بسرعه شويه، بس انا هحاول اقلل طبعا من سرعتي شويه في الكلام. واتمنى طبعا يكون الفيديو عجبكم. يا ريت تعمل لايك عشان الدعم زي ما قلت لكم. يا ريت عايز يعني الفيديو دوت يعني يبقى زي الفيديو اللي فات واكتر طبعا. اي حد لسه اول مره يشوفني على اليوتيوب يعمل سبسكرايب واشتراك في القناه لو مش عامل، وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. وسلام.